السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم معنا في نصيحة جديدة. اليوم نهضروا على الزواج بالنسبة للشباب اللي مقبلين على الزواج. بغيت ننصحكم على حساب أنكم ما تطمعوش في المرأة قبل ما يعني قبل ما نتزوج. ما نطمعش في المرأة نقول حكا عندها الفلوس ولا عندها منصب ولا عندها خدامة ولا هادي، لا. نيتك تكون صافية وربي غيسر لك الأمور. ومن الأحسن أنك تاخذ على قد الحال شي وحدة تكون صبارة، تكون بهاد الوقت بالزمان اللي تقدر أنها تكبر معاها أنت، تبداو من الزيرو وتوصلوا. وشحال من تجربة، شحال من واحد بدا من الزيرو ووصل، وشحال من واحد طمع ورجع للور وإما كيطلّق وإما كيعيش مدلول بحال فهمتيني، كيبقى مدلول ديما تحت رجليه. صديقي ما تطمعش، نوي المعقول وربي غيسهّل الأمور. ما عمرك تطمع، ما عمرك تبز على المرا الخدمة ونقول لها تخدمي معايا ولا تعاوني معايا، لأ. إلا بغات هي تتعاون معاك مرحبا، ما بغاتش خليها على راحتها، لأن المرا ديال الدار. ولكن المرا إلا كانت باغا تتعاون معاك راه غتتعاون معاك، وحتى الفلوس الفلوس أنت اللي كتشدهم ما تطمعش فيها. هي إلا بغات تعاونك راه تعاونك. الطمع ماشي مزيان وما عمرو كيصدق. خُذ قدّك يواتيك، والله يسهّل الأمور على الجميع، ونتمنى لكم إن شاء الله الازدهار و وطول العمر إن شاء الله. شكرًا.